تخيل عندك نفس الموتور بس في نسخة تشدك من أول دوسة بنزين نسخة تنفجر وتطير في نص الطريق بس بعد شوية وقت. الفرق كلمه واحده، تيربو ولا سوبر تشارج؟ خلينا نبدا بالسوبر تشارج. اول سوبر تشارج اتعمل في التاريخ سنه 1921 على ايد الجماعه الالمان بتوع مرسيدس. فكره السوبر تشارج ان بيتوصل بالموتور مباشره وبيشتغل فورا مع اول ار بي ام، يعني بيحط قوته من غير اي لاج، يا دوب موتور يشتغل يبدا يسحب هواء يضغطه ويدخله غرفه الاحتراق. ده بيخلي التسارع قوي جدا من اول دوسه بنزين ليه، وفي ناس بتحبه بالاخص الجماعه بتوع الدراج ريس. نيجي لعمنا التاني اللي حواراته كتير، التيربو. اول تيربو اتعمل في التاريخ كان على ايد مخترع سويسري اسمه الفريد بوتشي. كان هدفه انه يستعمل التيربو ده في الطيارات والسفن. اول تيربو اتحط في مواتير العربيات سنه 1962 على ايد الجماعه بتوع جي ام. بيشتغل ازاي؟ فكره التيربو يستنى الغازات اللي خارجه من الموتور عشان يبدا يدور، وياخد الغازات دي يدخلها جوه غرفه الاحتراق، فبالتالي هواء زياده، بنزين زياده، هورس باور زياده، مع الاحتفاظ بحجم وسعه الموتور هم. طب معلش يا عم عمر، شرح اوفر للموضوع. صديقي فان ديزل الغلابه، غازات العادم اللي طالعه من المحرك دي بتخلي التيربو يدور. التيربو ده عنده مروحتين، واحده بتدور بفعل غازات العادم والثانيه متوصله مباشره على كومبريسور العربيه، مهمتها تسحب هواء نظيف من بره العربيه. فاصبح عندي جوه التيربو في ميكس غازات العادم والهواء النظيف اللي من بره. الاثنين دول يتكبسوا ويروحوا لغرفه الاحتراق. قبل ما يروحوا لغرفه الاحتراق بيعدوا على حاجه اسمها انتركولر عشان يبردوا الميكس ده شويه، ومنها يوصلوا لحاجه اسمها ثروتل بادي، ومنها لغرفه الاحتراق. الحدوته اللي فاتت دي كلها بتاخد من اجزاء من الثانيه لحوالي ثانيتين، مش زي السوبر تشارج هوب دوسنا هوب طرنا. لا 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 لا، ده بينتج عنه حاجه اسمها التيربو لاج. فكره التيربو لاج ان حضرتك بتدوس بنزين فجاه على ما البنزين ده يخش غرفه الاحتراق مع الهواء ويطلع ياخد دورته جوه الموتور عشان يطلع لي غازات العادم اللي اصلا سبب تشغيل التيربو. ده كله بيتاخر. التيربو لاج ده بيختلف من تيربو للتاني على حسب حجمه ونوع الشركه اللي مصنعه. طبعا عم عمر، في اسباب ثانيه للتيربو لاج؟ طبعا يا صديقي، في حجم التيربو ذات نفسه. كل ما حجم التيربو كبر كل ما احتياجه للهواء بقى اكبر، بس في المقابل يديك باور اعلى. الار بي ام ذات نفسه، كل ما الار بي ام قل عن 2500 ار بي ام فبالتالي مفيش هواء مضغوط، نتيجه ان سرعه دوران الموتور تحت ال 2500، فده مش بيطلع لي غازات عادم كفايه اللي هي قلنا عليها سبب تشغيل التيربو. غيابات بعض التقنيات الحديثه زي الكتريك تيربو اسيست وتوين سكرول. طب ازاي الشركات عالجت موضوع التيربو لاج؟ بدل ما يحطوا واحد كبير يستهلك هواء اكبر كان ممكن يستخدموا اثنين صغيرين، ودي اللي كنا بنسميها توين تيربو. تقنيات حديثه زي الاي تيربو اللي بيساعدوا ان التيربو يشتغل فورا، او من الاساس خالص تحسين برمجه موتور العربيه ذات نفسه. الخلاصه، سوبر تشارج تسارع لحظي وقوي، التيربو اداء افضل قوه اكبر بس بعد شويه صبر. طب من ناحيه التوفير، السوبر تشارج هو كده كده شغال من موتور العربيه فمش محتاج بنزين زياده، القوه الناتجه عن الموتور بتشغله معاه. التيربو بيحتاج بنزين اكتر عشان يعمل لي ار بي ام اعلى فيطلع لي غازات عادم اكتر. لو عاوز قوه لحظيه فالسوبر تشارج اختيارك المناسب. لو بتحب المفاجآت والاداء المجنون فالتيربو قادر يبهرك. قول لي في الكومنتات انت من انصار ايه، ولو عجبتك المقارنه تابعني عشان جايلك بمقارنات اقوى ومين يكسر مين على التراكات. انا عمر قباري، سلام.